النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم ومثير للاهتمام في عالم البورصة والمضاربة، وهو وسائل واستراتيجيات المضاربين اللي بتلعب دور كبير في تحركات السوق. الحقيقة إن طرق المضاربة ديت كتيرة جدا ومتنوعة، وفي منها اللي شرعي وقانوني وبيتبع قواعد السوق، وفي كمان أساليب مضللة ممكن تأثر على السوق بشكل سلبي. في الفيديو ده هندخل في التفاصيل ونشوف الاستراتيجيات الرئيسية اللي بيتبعها المضاربين في البورصة، وإزاي ممكن تميز ما بين الأساليب المشروعة والغير مشروعة. يعني هنتكلم عن الطرق الصحيحة اللي تقدر تستخدمها لو أنت مضارب، وكمان هنحذرك من الفخاخ والأساليب المضللة اللي ممكن تضر بيك أو بالسوق بشكل عام. إحنا عارفين إن أي سوق مالي لا يخلو من المضاربات، سواء بقى مضاربات ضعيفة أو مضاربات قوية. المضاربات القوية بيستفيد منها المضاربين في تحقيق مكاسب كبيرة وفي وقت قليل جدا، في ظل متغيرات اقتصادية وسياسية متعددة. وأساليب المضاربين كتيرة جدا ملهاش حصر، لكن في أساليب معروفة للمضاربة في أوساط السوق، منها أساليب مشروعة ومنها كمان أساليب مضللة. تعالوا نبدأ بالأساليب المضللة. في بعض الأحيان بنلاقي تدوير كميات كبيرة من الأسهم في شركة ما بهدف تضليل المتداولين لإجبارهم على البيع أو الدخول في عمليات شراء غير مدروسة. تاني حاجة، بنلاقي طلبات قوية لحظية على أسهم شركات في الأساس هي أسهم شركات متعثرة بدون سبب. بنلاقي فجأة شركات متعثرة في طلبات قوية اتحطت عليها، بيبقى السبب منه أسلوب مضلل علشان يعني يحفز الأسعار إنها ترتفع. فلما المستثمر بيشوف إن الطلبات قوية على السهم فيبدأ يشتري في السهم، ويبدأ أسعار الأسهم ترتفع، وبيبدأ المضارب يتخلص من الأسهم اللي معاه اللي عايز يتخلص منها. علشان كده ده من الأساليب المضللة في التداول. في بعض الإشاعات بيطلعها كبار المضاربين في صالات التداول علشان يحققوا من وراها أهداف، إما علشان يشتري في أسهم ممتازة أو علشان يبيع في شركات متعثرة. والإشاعات ديت في الغالب بيكون مصدرها غير واضح بعكس الطلبات القوية. من ضمن الأساليب برضو إن احنا نلاقي فجأة في شركات في السوق أسهمها ممتازة، وعلى الرغم من كده بنلاقي عروض قوية بتظهر أثناء التداول، وده علشان يظهر للمتداولين إن في بائع قوي داخل يبيع في السوق. بيبقى الغرض من العروض القوية ديت إن هو يحفز المستثمرين على بيع أسهمهم، علشان يعني هو يبتدي يشتري كميات كبيرة بأسعار أقل. نيجي بعد كده للأساليب المشروعة. من ضمن الأساليب المشروعة إن أنا أدخل في أسهم ممتازة بحقق مكاسب جيدة منها بناء على مبالغة السوق في تقييم معلومات صحيحة. يعني في معلومات طلعت على سهم معين في شركة أو أسهم ممتازة، المعلومات ديت مش قوية ومش صحيحة لكنها إشاعة، فأنا ببدأ أشتري الأسهم ديت علشان أحقق منها مكاسب جيدة واستفيد من الإشاعة اللي بتطلع في السوق. الاستفادة من القرار السريع في ظل أخبار مفاجئة. أنا مستثمر قاعد قدام شاشة التداول، فجأة في خبر طلع على السهم أثناء التداول. سرعة رد الفعل عندي إن أنا أدخل أشتري بسرعة على الخبر إذا كان إيجابي، وسرعة إن أنا أخش أبيع على الخبر إذا كان سلبي، وبستفيد من سرعة القرار بتاعي في ظل الأخبار المفاجئة. بعد كده في حاجة اسمها الاستفادة من قاعدة الكرة الساقطة. حسب قانون نيوتن لكل فعل ليه رد فعل مساوي ليه في المقدار ومعاكس ليه في الاتجاه. بافتراض ان انا قاعد قدام شاشة التداول واتفاجئ باخبار سلبية منتشرة في السوق، اللي بيحصل معاها سرعة رد فعل المساهمين او المستثمرين بيقوموا بعمليات بيع قوية في السوق. ولما السهم يوصل لمرحلة عنيفة من الانخفاض، هنا بيجي دوري انا كمشتري في الورقة، لان بعد الانخفاض ده وبعد زوال الخبر بيبدأ السوق يرتد مرة تانية والاسعار بتتحسن، فبالتالي لابد من الاستفادة من الاخبار المفاجئة دي. هنيجي بعد كده لاستراتيجية المضاربة. لازم قبل ما ادخل السوق اكون على علم تام بان انا مهدد بالخسارة قبل ما اكون داخل طامع في تحقيق ارباح، ولازم اكون عارف وانا داخل السوق ان انا ممكن اواجه تهديدات تعصف باموالي الخاصة. فلا بد من محاور رئيسية اتبعها اثناء المضاربة، وهي اللي بنقول عليها استراتيجية المضاربة. فلازم اتجنب نظرية سياسة القطيع في المضاربة. لازم ما يكونش عندي ثقة في وسيط اسهم ما عندهمش الخبرة الكافية في مجال سوق الاوراق المالية. فلما اجي ابيع سهم كل تركيزي لازم يكون على سعر البيع، ولما اكون داخل اشتري سهم لازم كل تفكير وتركيزي في سعر الشراء. مش عايزين نضارب على اسهم شركات متعثرة. يعني احنا عارفين شركات جيدة وشركات ممتازة وفي شركات بتكون متعثرة، فانا ما اخشش اضارب على شركات متعثرة الا في حالة واحدة بس، ان المناخ العام في السوق بشكل عام جيد، يعني مفيش اخبار سلبية في السوق. السوق بيصعد بصورة منتظمة وبشكل طبيعي ومفيش أي مشاكل بتواجه السوق. علشان كده أنا مش هضارب على أسهم شركات متعثرة إلا إذا كان السوق المناخ العام فيه جيد،
وأسعار الأسهم الخاصة بالشركات المتعثرة ديت بتكون متدنية مقارنة بالقيمة الدفترية للأسهم دي. وفي نفس الوقت لازم إن يكون التنفيذ بشكل كبير على الأسهم دي. مش عايزين نضارب على أخبار معروفة في السوق، يعني في أخبار طلعت من يومين أو من 3، خلاص السوق في خلال أول جلستين تداول بيبقى امتص الخبر، فبالتالي أنا مش هفكر إن أنا ضارب على السهم بعد ظهور خبر عليه ب3 أيام أو 4 أيام. يعني الخبر اتعرف قبل كده، هنشتري على إشاعة زي ما اتفقنا، وعند إعلان الخبر لابد من البيع. دي قاعدة مهمة جدا. فلو طلع خبر أنا كنت مستنيه إنه يطلع على سهم ما، والخبر طلع أكتر مما كنت أنا أتوقعه، يعني أنا متوقع إن سهم ما هيعلن عن توزيعات نقدية 10 جنيه والخبر طلع 15 جنيه، فده خبر غير متوقع أنا كنت في انتظاره. لازم أقوم فورا بعمليات شراء. وبالعكس، إذا كنت مستني خبر هيطلع عن الشركة أو عن السهم والخبر ده جه أكتر مما كنت أنا متوقع لكن سلبي، لازم أخش فورا أبيع السهم. في نقطة مهمة جدا برضو ولازم نعرفها، إن إحنا ما نعملش أي عمليات شراء فورية عند هبوط السوق. في مقولة شهيرة جدا في الأسواق الأمريكية، وطبعا هي بتنطبق على جميع الأسواق بس لازم نتعلم منها. المقولة ديت بتقول: لا تمسك السكين أثناء السقوط، انتظر حتى يستقر السكين ثم قم بالإمساك به. ودي هتنطبق على إن أنا ما اشتريش فورا أول ما السوق يبدأ ينزل، لأن أنا ممكن أخش أشتري أول ما السوق يبدأ ينزل ويستمر السوق في الهبوط وأقوم بتحقيق خسائر كبيرة. لا، أنا هستنى، هتابع السوق وراقب السوق. طالما السوق مستمر في الهبوط ما أعملش أي عمليات شراء غير لما السوق يستقر وتبدأ الأسعار في الارتداد لأعلى. في الحالة ديت هبدأ أشتري الأسهم بتاعتي اللي أنا كنت عاوز أشتريها. في نفس الوقت مش عايزين نقوم بعمليات بيع فورية لما نشوف السوق بيرتفع، لأن لو السوق بدأ في الارتفاع والسهم بتاعي بدأ في الارتفاع بشكل كبير أنا ممكن أخش أبيع. لكن من الممكن إن السوق يفاجئني بأخبار على السهم اللي أنا مشتريه أو اللي بحوزتي في المحفظة، والأخبار ديت ممكن تتسبب في ارتفاع السهم جلسة أو 2 أو 3، وبالتالي أنا خسرت تحقيق أرباح أفضل لو كنت انتظرت وما بعتش أول ما السوق ارتفع. عايزين نعرف إن العروض الكبيرة والطلبات الكبيرة في السوق دي مش دليل على تحرك وشكل السهم في اتجاه التوقعات، لكن لازم نراقب الأسهم بشكل جيد ونشوف عمليات التنفيذ. إذا كان التنفيذ كبير على الورقة المالية أو السهم والسعر مازال ثابت، يبقى على طول نعرف إنها عملية تدوير للورقة المالية. أما لو لاحظنا تحرك إيجابي أو سلبي على السهم مع تنفيذ كميات كبيرة، فده مؤشر لعمليات حقيقية. فما نفتكرش إن السوق دايما في صعود ولا إن السوق دايما في هبوط، لكن دايما السوق بيمر بحالات صعود وحالات هبوط، يعني في عملية تذبذب في الأسعار، وديت من أفضل سمات أسواق الأسهم. طيب إزاي نعرف التوقيت المناسب للمضاربة؟ الإجابة في كلمتين: في عوامل نفسية، خوف وجشع، بالإضافة للإشاعات والأخبار. الخوف شيء طبيعي إن هو بيسبب موجات كبيرة من عمليات البيع في الأسهم وبيؤدي لانخفاض مؤشر السوق. وبالعكس جشع المستثمرين لما يشوفوا ورقة مالية ما بتصعد من جلستين ل3 جلسات وبشكل ثابت بيؤدي لموجات كبيرة من عمليات شراء الأسهم، مما يؤدي لارتفاع في سوق الأوراق المالية. يبقى الخوف بيؤدي إلى هبوط السوق وبيسبب موجات كبيرة من البيع، والجشع بيؤدي إلى موجات شراء الأسهم بشكل كبير وارتفاع في المؤشرات. نيجي للقاعدة الأساسية للمضاربة وتحقيق المكاسب. لو التزمنا بالتحليل الفني حرفيا وما نخضعش للتأثيرات النفسية أو العوامل النفسية اللي هي الخوف والجشع، التحليل الفني هو بس اللي هيقولك إزاي تعرف التوقيت المناسب وهيمكنك من معرفة الإشارات اللي بتدل على بيع السهم أو شراء السهم. وعلى فكرة الإشارات ديت بتظهر قبل حدوث الارتفاع أو الانخفاض بفترات قصيرة جدا، فلما تعرف الإشارات هتقدر تحدد توقيت عملياتك بشكل دقيق، وده هيساعدك تعمل أقصى ربح ممكن وتتفادى الخسائر. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن ايه هي المؤشرات او الدلائل اللي بتوحي بان السوق وصل للقاع، وايه هي الاشارات او الدلائل لوصول السوق الى القمة. وفي النهاية اتمنى الفيديو يكون عجبكم واكون قدرت انور لكم شوية من الطرق والاستراتيجيات اللي بيستخدمها المضاربين في السوق. وافتكروا دايما المعرفة هي مفتاح النجاح في اي مجال، وده طبعا بينطبق برضو على عالم البورصة والمضاربة. ومهم جدا تكونوا عارفين الفرق ما بين الاساليب المشروعة والمضللة، وابعدوا عن أي حاجة ممكن تكون ضارة أو غير قانونية. وأهم حاجة ما تنسوش تعملوا بحثكم الخاص وتستشيروا الخبراء قبل ما تاخدوا أي قرارات مهمة في التداول، ده لو انتوا لسه مبتدئين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. ولو عندكم أي أسئلة أو تعليقات ياريت تكتبوها في التعليقات. أشوفكم الفيديو الجاي.